العالم للانديه في دوله المغرب، وبكده الاهلي المصري بنسبه كبيره هيلعب في النسخه الجايه من كاس العالم للانديه. طب ليه الاهلي هيشارك؟ ركز معايا كده بقى علشان افهمك. زي ما انتوا عارفين ان المغرب هي اللي هتستضيف كاس العالم للانديه، فالمغرب هيكون ليها الحق ان يكون عندها فريق يمثل المغرب في كاس العالم. فاللي هيمثل المغرب في كاس العالم هو نادي الوداد، لان الوداد هو اللي فايز باخر نسخه من دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الوداد كده هيكون هو ممثل المغرب اللي هي الدوله المستضيفه. ودلوقتي احنا كده عايزين فريق يمثل قاره افريقيا في كاس العالم، فبشكل كبير الفريق ده هيكون هو الاهلي المصري، لان الاهلي هو وصيف دوري ابطال افريقيا اخر نسخه. ممكن حد يطلع ويقول لي طب ما الرجاء تمثل المغرب والوداد تمثل افريقيا، والاثنين المغاربه يلعبوا في كاس العالم ومش لازم الاهلي خالص. هقول لك ما ينفعش، لان ما ينفعش فريقين من نفس البلد يشاركوا في كاس العالم للانديه. علشان كده الوداد هتمثل المغرب والاهلي هيمثل افريقيا. وبس كده، ما تنساش بقى تعمل لي لايك وفولو.